السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين انا يعني بصوا بتعافى لسه من الدور الصعب اللي انا كنت واخداه، وقلت لكم على الكوميونتي بتاعنا ان انا فعلا يعني واخده دور برد جامد جدا. فالحمد لله دلوقتي احسن واقدر اصور لكم فيديو قبل ما السنه تخلص، اخر فيديو في السنه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب السنه الجديده تدخل بالخير علينا كلنا ان شاء الله. فيديو النهارده هيكون عن ايه اكتر ميك اب حبيته السنه دي. انا بصراحه ما بشتريش ميك اب كتير، يعني مش بستخدمه كتير قوي، بس في حاجات فعلا استخدمتها السنه دي وعجبتني، فحابه ان انا اشارككم معايا الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني. بس قبل ما ابدا الفيديو، لسه مشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول عشان يجيلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. قولوا لي يا جماعه ايه رايكم في التصوير، كده احسن ولا الاول احسن؟ انا حابه ان انا اصور في ضوء النهار، يعني بحس ان الاضاءه بتبقى احلى بكتير من الاضاءه الصناعيه. فانتوا قولوا لي ايه رايكم وايه حابينه اكتر. اول حاجه هبدا بيها البيبي كريم ده من شي جلام يا جماعه، تحفه جدا، عجبني قوي. بالنسبه لي احلى من اي فاونديشن انا استخدمته. اولا هو تحس ان هو كده زي الويبد، يعني كانه مضروب كده، فقوامه خفيف قوي، بيتفرد بسهوله جدا على البشره. فبصراحة تحفة قوي، يعني عجبني جدا. كلمتكم عنه قبل كده في شورت، وده كان رقمه 210، وده شكله تحفة قوي قوي. من اكتر الحاجات اللي انا بستخدمها يعني كبديل للفاونديشن وانا حاطاه دلوقتي. بصوا يعني بحس ان انا كاني مش حاطه حاجه من كتر ما هو بسموث كده وبيتفرد بسهوله قوي، وقوامه خفيف جدا. بعد كده الكونسيلر ده من كاتريس، وبرضو كلمتكم عنه قبل كده. انا كنت الاول بستخدم الكونسيلر بتاع ديرماتيك وهو تحفه يا جماعه. برضو الديرماتيك يعني هو كونسيلر طبي وحلو قوي، ان هو بيتفرد برضو بسهوله، ما بيعملش اي خطوط. لكن جربت السنه دي كاتريس، برضو عجبني قوي قوي، وانا برضو حطاه دلوقتي. بصوا يعني ولا حاجه، يعني برضو بيتفرد بسهوله قوي، ما بيعملش اي خطوط. بيفضل فعلا مدة طويلة جدا من غير ما يخطط او يبقى شكله ان في حاجة تحت العين. هو اسمه ترو سكين، هو تقريبا كان درجتين بس، وانا جبت منه الدرجة الفاتحة. كمان يا جماعة من الحاجات اللي جربتها السنة دي وعجبتني الباليت دي من شي جلام، ودي شبه بتاعة فوريفر 52 تقريبا. بصوا عجبتني قوي انها كلها كريمي، هي كونسيلر وبلاشر كريمي، فيها درجات كتير قوي، فعجبتني جدا، فبستخدمها طبعا. كونسيلر، كونتور، بلاشر، حلوة قوي قوي قوي، ودرجاتها كتيرة جدا، ممكن اخلط درجات مع بعض كمان. فبصراحة عجبتني جدا جدا جدا. كمان من الحاجات اللي عجبتني السنة دي الهايلايتر ده بتاع شي جلام، برضو تحفة جدا يا جماعة. بصراحة هو الهايلايتر ده مش جديد، يعني هو ده قديم. هما نزلوا بعده، يعني نزلوا بعده هايلايترز كتير قوي بشيدز كده، الوان مختلفة. بس ده الهايلايتر اللي هو الاوريجينال، اللي هو ابيض ما فيهوش اي شيد. بس بصراحة هو تحفة جدا جدا، وطبعا لسه مخلصتوش فمش بشتري جديد. عجبني جدا جدا. كمان يا جماعة من الحاجات اللي عجبتني السنة دي الليب لاينر بتاع شي جلام. برضو هتلاقوا اغلب الحاجات من شي جلام بصراحة تحفة قوي وكريمي، يعني بتحطيه بسهولة قوي. هو ناحيتين، ناحية السن بتاع الليب لاينر، والناحية التانية المفروض ان هو ليبستيك. بس طبعا مش بستخدم الليبستيك قوي، اولا ده لون بني كده غامق، انا يعني معرفش، يمكن احطه الشتا دي، ما جربتوش قبل كده، مجربتش يعني احطه. بستخدم الليب لاينر بس، وده الدرجة التانية دي. الليب لاينر ده برضو تحفة جدا، لونه كده على نود على بينك، حلوة قوي قوي. وبرضو الناحية التانية ليبستيك، بس لونه يعني ايه فاقع شوية، فانا مش يعني مش بحطه. آه بس بصراحة هما تحفة جدا. طبعا يا جماعة قلم الحواجب ده بتاع شي جلام بحبه جدا. هو من ناحية كده سن رفيع، اللي هو بيرسم الشعر شعراية شعراية، والناحية التانية زي كده
سن تاني برضو فلوماستر كده، بس انا يعني مش بستخدمه. انا مش بستخدم السن الفلوماستر ده خالص، انا بستخدم السن اللي هو شعرايه شعرايه، بس بصراحه تحفه وعجبني جدا يعني، وجبت منه تاني. يعني هو عجبني جدا في ان هو دقيق في رسم، ان انتي ترسمي بيه شعرايه شعرايه، فحلو قوي وعجبني جدا. كمان الكونتور والهايلايتر ده من شيجلام برضو بستخدمه على طول. بصوا سهلة قوي يعني، انا بحب الحاجات اللي ستيك دي اللي هي ترسم كده بسهولة وكريمي، فحلو قوي. والناحية التانية هايلايتر كده برضو حلو قوي وسهل في ان انا بستخدمه، وسهل الدمج جدا لان هو كريمي فحلو جدا. كمان يا جماعه الليب جلوس ده برضو من شيجلام، حلو جدا في انه ثابت، يعني ده ثابت اكتر بكتير من بتاع اماندا، حلو قوي 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 يعني. بصوا انا حطيت منه نقطه، بصوا حلو جدا يعني، حلو ان هو بيقعد كمان شويه. بتاع اماندا ده انا بحطه اللي هو يعني خد هايب جامد قوي، كنت بحطه مكملش يعني دقيقه كده ويطير من على شفايفي. فبصراحه لا، ده بتاع شيجلام احلى كتير. طبعا هو ممسوح اللي عليه، مش يعني مش عارفه درجته ايه او اسمه ايه حتى، بس ده هتلاقوه على شيجلام. كمان من الحاجات اللي عجبتني السنه دي وجربتها السنه دي قلم الكحل البني ده من سيبل. هو ماتك، حلو قوي قوي يا جماعه، وتحسوا ان هو، بصوا دي الدرجه بتاعته، بني بتاعها غامق شويه مش بني فاتح. انا حطاه هنا تحت، بحب احطه هنا كده في الكورنر، وساعات هو بحطه برضو فوق العين بدل الايلاينر. ف حلو قوي ومش بيسيح يعني ثابت، ودرجته حلوه جدا. من احلى الماسكارات اللي جربتها السنه دي اللي هي من اسنس، اللي هي اي لاف اكستريم. دي عجبتني جدا يا جماعه، انا بحب الرموش تبقى كيرلي وسميكه، يعني هي فيها الحكايه دي فعلا، لما بحطها بتبقى الرموش كيرلي كده لفه وبتدي شويه فوليوم، ف عجبتني جدا جدا. بعد كده الأروج بتاعت سيبيل، انا كلمتكم عنها كتير قوي لما زهقتكم منها. هي كريمي ومط، فحلوة قوي مش بتنشف الشفايف. جبت منها 3 درجات. الدرجة اللي هي الدرجة دي النود كده على نود على بيج شوية. بصوا الدرجة، بس هي الإضاءة مفتحاها شوية، نود على بيج، ودي تحسوا انها، والدرجة التانية دي على بينك فاتح قوي، والدرجة دي اهي، دي بقى بيتش الغامق، يعني لونها دي درجة البيتش الغامق، وانا بحب قوي الدرجة دي جدا يعني، بحبها جدا، ودي اللي انا حطاها، دي درجتها. فزي ما قلت لكم سيبيل بصراحه عنده حاجات كويسه وحاجات سيئه جدا، خلي بالكم، لان انا قلت لكم الفيديو اللي فات عن اسوأ الحاجات، كانت الماسكارا اللي انا جربتها من سيبيل كانت سيئه جدا جدا. بس الارواج المات حلوه قوي، اللي هي المات كريمي، لان في مات اقلام بتتبري، دي بتنشف الشفايف جدا. زي ما قلت لكم برضو على الكحل، برضو الماتك بتاعهم حلو جدا. اعذروني يا جماعه، انا عارفه ان انا يعني معلش انا بتكلم بصعوبه، ودي حاجه يعني مضايقاني، وحاسه ان انا كده بعذبكم معايا بصوتي ده، يعني صوتي سيء جدا، فمعلش استحملوني. لسه قاعد لغايه اللحظه دي وبيسمعني، بجد بحبكم جدا ان انتوا متحمليني، بجد انا مش عارفه يعني، انتوا بالنسبه لي سبورت جامد جدا ليا، وبحبكم جدا، وخاصه الناس اللي بعتت لي يعني ودعت لي ان انا اخف، بجد بحبكم قوي قوي قوي. اخر حاجه بقى، مش هقدر اطول اكتر من كده، اخر حاجه النيل بولش بتاع اماندا،
والدرجة البيج دي تحفة جدا وكلاسي جدا. كان في درجة تاني بينك سيرش معايا دلوقتي وريتها لكم قبل كده برضو كلاسي قوي. وبس كده يا حلوين، اكون وصلت لنهاية الفيديو. بحبكم كتير قوي قوي قوي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك علشان تدعموا القناة، وشير مع اصحابكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر حاجات حبيتوها في الميك اب السنة دي وجربتوها وعجبتكم. واشوفكم في فيديو جديد في السنة الجديدة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.